أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم الذين يستعدون لتقديم كل ما لديهم في مباراة اليوم الرياضي، وخاصة في عالم كرة القدم. أصبح المنتخب الوطني المغربي قيادة عبد الرحيم الرخيز. عبد الرحيم الرخيز هو الحكم اللي افتتح الوطني المغربي، يدخل بالاسماء الرسميه الاتيه هذه المباراة وبمعية عبد الرحيم الرخيز. كمان 4 وتارا محمد عزيز، 20 هناك أعسو أنجي فرنسية يقدمها للعناصر الإيفوارية في الوقت اللي كتنطلق المقابلة وكينطلق اللقاء بصافرة الحكم عبد الرحيم الرخيز. إذا الكرة لعناصر المنتخب الإيفواري، ولاحظوا الطريقة ديال الانتشار على مستوى رقعة الميدان. شوفوا هنا بناء العملية الهجومية والإنزال بالراس بهدوء في محاولة من جانب عناصر المنتخب الوطني. بدايات وهكذا هي البدايات من جانب المنتخبي. من يا ترى ستكون لديه اللمسه الاولى، اللمسه اللي بامكانها ان الكره الان كنلاحظوا تمريره من جانب لاعب جينك باش يكون. شوفوا هنا الانطلاقه كانت من وتارا محمد عزيز، غير تماما كترجع لصالح بناء العمليه الهجوميه. اختيار الجهه اليمنى ربما يعطي حل. نعم ذاك ما يحدث الان، عمليه تمرير، فرصه، امكانيه ديال المرور، ولكن كيبان بانه صعيبه بعض الشيء على اعتبار انه الوضعيه اللي كان فيها السيبار اسماعيل يعني ما كانش في الوضعيه لاعب بساسبورغ بالنمسا، لاعب رقم 9. ثم نشوف هنا محاوله كره اماميه، فرصه، عمليه ديال السقوط، والحكم يقول هنالك ضربه جزاء. الحكم يقول هنالك ضربة جزاء. عبد الرحيم الرخيز الذي عاين التدخل الماضي من جانب بلال ودغيري والذي سقط في المحظور، وبالتالي الجديد في المقابلة هو هذا التدخل. ولاحظوا هنا اللقطة ولاحظوا هنا السقوط. إذا لم يتردد عبد الرحيم الرخيز في الإعلان عن ضربة جزاء. تراوري اللاعب رقم 17، اللاعب اللي كيلعب في نادي أكين السويدي، هو من اصطاد ضربة الجزاء الماضية، وهو من تعامل مع الكرة بشكل ممتاز. فيما كوناتي على الصورة، كوناتي لاعب ساسبورغ النمساوي، هو من يبحث لتسجيل أول هدف الدقيقة الخامسة عن انطلاق تفاصيل هذه المقابلة. منتخب الكوت ديفوار يحصل على ضربة جزاء، وأول اختبار للحارس طه مريد. نشوف هنا الاستعداد لهذه ضربة الجزاء، العودة للخلف يعطي انطباع على أنه سيصوب بقوة. التحضير من جانب هذا اللاعب للتصويب، والهدف الأول، الهدف الأول من جانب المنتخب الإيفواري عن طريق اللاعب كوناتي، لاعب نادي ساسبورغ بالنمسا. اللاعب اللي كوناتي كريم، اللاعب اللي تمكن من تسجيل الهدف الأول. ولاحظوا هنا الطريقة ديال تسجيل الهدف في الوقت اللي الحارس مشى مع الكرة، لمس الكرة، ولكن ما تمكنش من إزاحة هذا الخطر وإزاحة هذه الكرة التي تلج للمرمى، وبالتالي هدف واحد مقابل لا شيء. انطلاقة قوية لمنتخب الكوت ديفوار على ما يبدو. لاحظوا الحارس مشى الكرة، كان قريب أنه يزيح هذا الخطر ويزيح هذه العملية. إذا هدف واحد مقابل شيء. والاستثمار هل ياتي على مستوى الخطوط الاماميه؟ كره من جديد لصالح المنتخب الوطني المغربي. هنالك سقوط داخل منطقه العمليه الهجوميه، وطريقه بناء هذه العمليه الهجوميه كانت جيده. محاوله واحده كان بالامكان اننا نشوفوا الهدف الاول. اختار عبد الله فرح انه يلعب كره ارضيه، اختار انه يلعب كره ارضيه، يعني ما كانش بالقوه الكافيه اللازمه يعني لجعل الامور افضل واحسن بالنسبه للمنتخب الوطني. السعي ديامنواس، نعم، كيمشي من الجهه اليمنى، محاوله ايفواريه، فرصه، ومباشره الى كره ملعوبه داخل منطقه الجزاء بعد خطر مطلوب. هدف ثاني امام دفاع يظهر على انه هش لحد الساعه. مسجل الهدف هو اللاعب رقم 2 اللي هو يابري محمد، يضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الثاني في هذه المقابلة. ينشط في الدوري المحلي الإيفواري، وجاته فرصة استغلها بنجاح. لاحظونا الإعادة، نفذت الزاوية،
كره داخل منطقه الجزاء، الابعاد من جانب الدفاع ما كانش بشكل مناسب، وايضا تغيير ديال المسار الكره قبل الوصول للحارس ساهم على انه يجي هدف ثاني بهذه الكيفيه. ولاحظوا هنا بانزال بهذا الشكل هذا ثم تغيير المسار ديال الكره من قبل المدافع. جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء في 11 دقيقه، يعني نتحدث عن مؤهله للالعاب الاولمبيه بباريس في الوقت اللي غنشوف هنا الانطلاقه وبناء العمليه الهجوميه، ولكن ما كناش كره كترجع مره اخرى. فرصه محاوله مره اخرى من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. عمليه مرور كاين خطا عبد الرحيم رخيص. هو الانطلاقه بناء العمليه الهجوميه الان، محاوله من جديد مغربيه، فرصه تصويب هدف للمنتخب الوطني المغربي. ما كاينش استسلام، كاين عزيمه، كاين طموح، كاين رغبه لتسجيل بعض الشيء. هنا محاولة رأسية، إبعاد الخطورة مباشرة صوب الحارس. للأسف مثل هذه الأخطاء مرفوضة وتعيف زال وحدي زكريا، كرة دخول داخل منطقة الجزاء والكرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. الأمامي ممتاز هذه في اتجاه من وزنية لفرصة والأقرب الحارس. كان البحث في الكرة جهة اليمنى، فرصة سيباري مرة أخرى يستلم يدخل داخل منطقة الجزاء. هدف بطريقة جميلة. سيباري صبر وتمكن من تسجيل هدف بشكل ممتاز. ثاني الأهداف للمنتخب الوطني المغربي، عن طريق لاعب PSV اندوفن. يا الجهة اليمنى ومحاولة ديال الاختراق سرع اللاعبين الايفواريين. اللاعب اللي شفناه منذ لحظات اللي انطلق بالكرة ديالو هو فوفانا داترو ديفيد. سارق يدخل داخل منطقة الجزاء، سيباري يحافظ على الكرة، فرصة في اتجاه وحدي داخل منطقة الجزاء. والحكم كيقول واصل للاعب، كامل الامكان الحصول. فرصة امامية في اتجاه عبد الله فرح، مرور ممتاز. كاينة مخالفة والحكم يعلن على خطأ لاعب. كرة ملعوبة الان على مستوى الخط الامامي، فرصة مباشرة الى خارج الخط. تحف ولكن لم تستثمر. هذه خطيرة والهدف هدف عن طريق نفس اللاعب كوناتي كريم، اللاعب اللي تمكن من تسجيل الهدف الاول في المقابله. اللاعب كوناتي